لو بتطلعي اللبس من الغسالة ولقيتيه جايب ألوان على بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، بلاش تستنى عليه لما ينشف. تعالى اقولك ازاي تنضفيه وتطلعي اللون الزيادة ده منه بكل سهولة. كل اللي عليكم تصلي على النبي وتكملوا معايا الفيديو للآخر. زي ما انتم شايفين التيشيرت ده اتغسل مع قطعة ملابس لونها ازرق وجابت عليه لون بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وانا متأكد ان المشكلة دي بتحصل مع ناس كتير جدا ومتعرفش تتعامل معاها ازاي. بس الموضوع بيكون سهل جدا. بنجيب اي حاجة بنحط فيها، اهم حاجة تكون مية سخنة بتكون بتغلي، ويفضل ان الحاجة اللي هنحط فيها المكونات ديت تكون حلة ستانلس او تكون حلة ألمونيوم. بعد كده هنجيب اي مسحوق بودر بتاع غسالات عادية احنا بنستخدمه عندنا في البيت. بعد كده بنفض عليه معلقة كربونات صوديوم او كربوناتو زي ما بنقول عليه. بعد كده هنحط عليهم اي مبيض او كلور ابيض من كوباية لكوباية ونص، واهم حاجه بلاش كلور خام ويكون ماركه معروفه. بعد كده بقى نديها تقليبه كويسه ونحط التيشيرت في الحله. اهم حاجه ان احنا نغطس التيشيرت كله في الخلطه اللي احنا قلنا عليها ديت، او ممكن نجيب غطا حله صغير شويه ونحط فيه التيشيرت، وهنسيبه منقوع زي ما هو كده لمده نص ساعه. ونحضر جنبه بقى اي حاجه فاضيه وهنحط فيها شويه ميه وعليهم شويه خل، وهقول لكم دلوقتي دولت عشان ايه. بعد كده بقى هنطلع التيشيرت من الحله ونتاكد الاول قبل ما نشيله ان اللون طلع بالكامل، ولو لسه فيه لون او سايب اثر بنرجع نسيبه تاني لمده نص ساعه تاني. بس هو هنا نضف معانا فهنشيله خلاص. الميه بخلي دي بقى عشان خاطر حاجتين: السبب الاولاني عشان تضيع ريحه الكلور من التيشيرت، والسبب التاني عشان الكلور ما يصفرش معانا الملابس. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله التيشيرت راجع معانا كانه لسه جديد. ما تنسانيش بدعوه حلوه وتدوس على قلب اللي في الجنب ده وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.